دكتور برادعي كان عامل حوار. دكتور برادعي حر، انا بحترم الراجل جدا، ويعني شخصيه محترمه وهو ليه رؤيه، وراجل من الناس اللي ساهمت في ثوره 25. كل اللي يعني قولوا اللي انتوا عايزينه، هو حر يقول اللي هو عايزه، بس التاريخ مش ملك فرد. اللي قايله البرادعي النهارده في ناس شهود عليه، ولو سكتوا على الكلام ده يبقى اللي هو قاله صح. انا طالب بيان من اي جهه في مصر تقول الكلام ده حقيقي ولا لا. ليه؟ لانه حوار الدكتور البرادعي يدع الاداره الموجوده الان في حرج شديد، وانه الراجل كان عايز حل وعايز مش عارف ايه، والاداره اللي موجوده هي اللي رفضت، وهي اللي اصرت على العنف، وهي اللي اصرت على المواجهه، وهي اللي اصرت على دمار مصر. ده طبقا لاقوال الدكتور البرادعي. احنا عندنا متحدث باسم الرئاسه، متحدث باسم مجلس الوزراء، وده الراجل ده برضه كان ليه علاقه بمجلس الوزراء. يطلع بيان ان الكلام ده ما حصلش، اللي هو ايه؟ قال البرادعي يعني جزء من الكلام يعني في حواره انه وافق على سلسله خطوات هي اجراء انتخابات رئاسيه مبكره وخروج كريم للسيد محمد مرسي. خروج كريم للسيد محمد مرسي ونظام سياسي يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى بدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات، مضيفا كانت هناك خطة جيدة للبدء في هذا الطريق، ولكن كل هذا ألقي به من النافذة وبدأ العنف. كل هذا ألقي به من النافذة. يعني الراجل كان قاصد خير، ومحمد مرسي كان يمشي بشكل كريم. هم الإخوان ما كانش عندهم مشكلة، هي المشكلة كانت في الجانب الآخر. يعني كان في اتفاق وصلوا ليه إن كل حاجة تبقى حلوة، وكان زماننا دلوقتي فل شمعة منورة، لا الإخوان متضايقين ولا حاجة، وكانوا يبقوا داخلين معانا الانتخابات اللي جاية، كان حزب الحرية والعدالة ده يفضل موجود. وكان الحل بتاع الدكتور البرادعي ده يقي مصر السنتين العجاف اللي كنا فيهم دول. انا عايز حد يرد على الكلام ده ارجوكوا يا جماعه. قضيه انه ايه هو بقى ده الراجل بقى قاعد بقى في النمسا يقول له هو عايزه، ده تاريخ بيتكتب، ولكن كل هذا ألقي به من النافذة وبدأ العنف. وعندما يكون العنف هو الأسلوب ويغيب عن المجتمع خد بالك، أنا افتكرت إن هو يقول إيه بدأ العنف فهو يقصد الإخوان، لا ده هو بيتكلم عن المجتمع. مفهوم العدالة والهيكل الديمقراطي للعمل السياسي فلا مكان لشخص مثلي ولا يمكن أن أكون مؤثرا. وأضاف أنه في القرن 21 لم يكن ممكنا أن يستمر العالم العربي يعاني من القمع والفقر وعدم المساواة، وخاصة في ضوء أدوات التواصل الاجتماعي والمعرفة التي تستخدمها الأجيال الجديدة والرغبة الملحة للشباب في مستقبل أفضل.